بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. قدسنا القديس زيوس، كل اللي يذكر اسمه أو سيرته يستجاب له في الحال، وكل اللي ينادي عليه ويتشفع بيه يفرحه. انت كمان اتشفع بزيوس وجرب محبته. زيوس طفل صغير عمره ما بين 10 سنين ل12 سنة، استشهد ونال إكليل الشهادة مع 49 شهيد من شيوخ برية شهيد، هو وباباه مارتيروس، لما هجموا البربر على دير القديس العظيم أبو مقار الكبير. كان مارتيروس والد زيوس رسول من الملك، جاي في رسالة لأب من آباء الدير. ولما هجموا البربر على الرهبان كان زيوس وباباه مستخبيين وشايفين كل اللي بيحصل. وشاف زيوس الملايكة وهي بتحط الأكاليل على رؤوس الآباء الرهبان اللي بينالوا الاستشهاد. وطلب زيوس من باباه وقال له: أنا نفسي آخد إكليل زيهم. باباه أول ما سمعه قال له: وأنا كمان مش هنفارق بعض أبدا. ونال زيوس وباباه مارتيروس إكليل الشهادة مع 49 آباء برية شهيد، وتم دفنهم في مقبرة اتعملت خارج دير أبو مقار. هما وال49 شهيد. وفي مرة من المرات جم لصوص يسرقوا جسد القديس زيوس، وحطوا جسده على المركب علشان يهربوا. لكن قبل ما يتحركوا الجسد اختفى من المركب بطريقة معجزية ورجع تاني لمكانه جنب باباه. وبعد كده جه في عصر المعلم إبراهيم الجوهري اتعمل مدفن جوه الدير داخل كنيسة 49 شهيد. ولما كان بيتعمل ترميمات داخل الدير أبو مقار بالجزء المدفون فيه زيوس، كانوا بينقلوا جسد القديس من جنب باباه. كان كل ما يجي ينقلوه يلاقوه رجع تاني لوحده بطريقة غريبة، بطريقة معجزية. وفي مرة خرج صوت من المقبرة بيقول: محدش ينقلني من جنب أبويا اللي أنا عشت معاه طول عمري، ونلت كمان إكليل الشهادة معاه، ومش عايزة أفرقه أبدا. ومعروف عن زيوس إنه كان ملازم أبونا فلتأوس السرياني دايما معاه، وخاصة لما كان أبونا فلتأوس بيبقى تعبان كان زيوس بيفضل جنبه يعزيه ويواسيه بكلمات جميلة ومعزية. انت كمان النهاردة خد زيوس شفيع ليك واطلب شفاعته، وقوله على موضوعك اللي شغلك وضيقتك اللي تعباك وسرقة راحتك، وتأكد انه مش هيكسفك وهيفرحك وهتجرب محبته. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بالخير الكتير والأفراح والتعويضات بشفاعة أم النور أمنا العذراء مريم، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين، وبشفاعة القديس العظيم زيوس وباباه القديس مارتيروس، وبشفاعة أمير الشهداء الجدع جدا ماري جرجس الروماني. قناة البطل الروماني.